ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ فيديو النهارده لو عندك كميه بطاطس كبيره وطبعا الجو حر جدا احنا بنسيح فاكيد البطاطس هتبوظ بسرعه ومن حر المطبخ برضو هتبوظ، فتعالوا نخزنها ونحمرها على طول. طبعا بقطعها الشكل اللي انتوا عايزينه واحطها في ميه. بقطع بقى كل الكميه اللي عندي، ممكن اخلي بس كميه بسيطه لو هعمل صينيه بطاطس او حاجه، والباقي بقطعها في الفريزر واحطها في الفريزر واطلعها على طول. انا كنت بقطعها واغسلها بميه واحطها في الفريزر على طول، فكانت بتسود مني. فلقيت الطريقه دي حلوه، ان انا بحط ميه مغليه وعليها رشه ملح وابتدي انزل بالبطاطس اللي انا مقطعاها عندي وغسلاها كويس جدا. اهو حطيت كل الكميه، هتغلي بس غلوتين يعني مش اكتر من 3 دقايق، واصفيها في المصفى لان انا مش بسلقها، انا بس عشان تتحفظ في الفريزر كويس، وانزل عليها بالميه الساقعه وابتدي اكيسها بقى عدد الاكياس اللي انا حباه، وهتطلع معايا جميله جدا، عامله زي البطاطس اللي بنجيبها من بره المجمده، بل واحسن طبعا عشان انتي عاملاها في البيت مقطعاها بالحجم اللي انتي حباه، رفيعه تخينه زي ما تحبي، وبنزل بيها بقى في طاسه سخنه وتطلع معايا مقرمشه وجميله، واحط بقى عليها التوابل اللي انا عايزاها. جربوا الطريقه دي بجد بتنفع حلو قوي لو عندك كميه كبيره من البطاطس مش عارفة تعملي فيها ايه وخايفة تبوظ. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.